السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة من وصفاتي في قناتي وقناتكم يوميات إلياس وغيتا. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما والحباب ديالكم والعائله ديالكم وليداتكم كاع اللي عزيز عليكم. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتدوزوا ان شاء الله نهاركم زوين والاسبوع ديالكم زوين وايامكم كلها ان شاء الله تكون زوينه ومليئه بالافراح يا ربي. اليوم باذن الله غنشارك معكم جوج ديال الوصفات. غنشارك معكم بسطيله ديال الحوت، المهم بسطيله تكفي 6 ديال ما بين 4 حتى 6 ديال الاشخاص. وغنشارك معكم لا سوب حتى هي ديال الحوت بخيزو والقرعه. وقبل ما نبدا نذكركم بطبيعه الحال باللايك كيف ما ديما. بالنسبه للناس اللي اول مره كتزوروا القناه نقول لكم مرحبا الف مرحبا. ما تنساوش ختكم من الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يبقى ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد والبارطاج باش تعمل فائده ان شاء الله على الجميع. هنا بديت بسم الله. شوفوا راه انا هنا بديت في خطره بالمقادير. درت انا 2 معالق ديال الزبده، 3 تروس ديال الثومه، درت الملحه. هنا عندي معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت. اليوم انا خدامه معكم وكنقول لكم المقادير في خطره، ما حطيتش المقادير حقاش يعني كنت زربانه. كنا اليوم المهم نقول لكم في الوسط ديال يعني في خلال الفيديو غنبدا نعاود لكم. درت هنايا 2 معالق ديال صغار ديال البزار، غندير هنايا 2 معالق 3 معالق ديال الكمون. المهم ما تخافوش من العطريه، كثروها حقاش العطريه حقاش الحوت بسطيله ديال الحوت خاص تبغي العطريه حقاش غادي نضيفوا عليها حتى الفيرميسيل. هنا غادي ندير 4 المعالق صغار يعني 2 معالق كبار ديال التحميره. غنعصر هنايا حامضه نص حامضه وغادي نضيف عليهم صوص ديال الصوجا. انا كنضيف عليهم حتى لا موطارد ما كايناش عندي، صافي اكتفيت بهذا الشيء اللي عندي. صافي غادي نميلونجي هذا الخليط هذا ومن بعد غادي نضيف عليه الكالامار. انا بالنسبه لي اش غادي ندير اليوم غادي ندير غير الكالامار عفوا والكروفيت. هادشي اللي كاين عندي صافي هادشي اللي غادي ندير فيها، ولكن راه جات زوينه. ماشي بالضروره خاصنا نتوفروا على يعني الحوت الاشكال والانواع، داكشي اللي كاين عندكم هكا في الحوت غادي نستعملوه. صافي هنايا غادي نميلونجيهم وغادي نديرهم فوق البوطه حتى طلعت شويه يعني حسيت بالكالامار بدا يطيب. غنضيف عليه الكروفيت وغادي نديرهم فوق البوطه. هنا بالنسبه للاصوب خديت 2 خيزوات موينات حكيتهم، 2 قرعات تما موينات حكيتهم في الجهه الغليظه. درت الكروفيت ودرت الكالامار صوص ديال الصوجا. غادي نضيف عليهم الملحه العطريه يعني باينه، الملحه والبزار وشويه ديال الزيت. راه انا هنا كنت نسيت الزيت، عرفتي راه زربان راه ايدي هنا وايدي هنا. مع اليوم كنت يعني مشينا تسخرنا هكا في المارشي كانت تغديه وكتعرفوا داك النهار كيكون شويه يعني مشارجي. صافي يعني كتكون ايدك هنا وايدك هنا. صافي هنا درت الماء طيب وغادي نديرها فوق البوطه طيب يعني ديك القرعه وخيزو والكروفيت والكالامار. صافي تما درتهم فوق من البوطه. هنا كان طابت ليا ديك يعني العماره ديال البسطيله. غادي نضيف عليها هنا شامبينيون نوار من بعد ما سلقته قطعته طريفات صغار. عندي هنايا الفيرميسيل يعني هنا خديت دوك اللي كيكونوا هكا مربعين درت 3 يعني درت تقريبا جوج ونص هنايا وخليت شويه على ود لاصوب. بديت كنخلط بالمعلقه ولكن ما كتكفينيش المعلقه، خاصني ولا بد نخلط بايديا باش كنحس بديك العطريه وديك داكشي كله دخل في ديك مع الفيرميسيل. علاش قلت لكم كثروا العطريه وما تخافوش باش تجينا ديك لا فيرميسيل حتى هي تشرب مزيان. هذيك الجبيبنه اللي كتشوفوها تما ديك الخلطه اللي حنا كنا درنا ديال البريوات خديت الزيت منها درت الصفايه وخديته هو باش غادي ندهن البسطيله ديالنا. هنايا القشور ديال الكروفيت ما كنرميهمش، كنخليهم كنحيد داك الراس كنرميه وكنخلي داك البلاصه الاخرى هي اللي كنخليها. غنديرها حتى هي في المجمد نتوما غتشوفوها معايا في الاخر ديال الفيديو. وتنجمع واحد الكميه. المهم هنايا خديت ديك الزيت اللي ديال ديك الخلطه ديالنا درتها في هذا المول ديال لي كيش هو اللي غادي نستعمل. صافي خديت الورقه هنايا وكنحاول ندخلها هكا في الجنيبات صافي وغادي نزيد ورقه وحده اخرى عليها من بعد ما رشيت الزيت. المهم انايا
مثلا هكا في الاسبوع، مثلا في الاخر ديال السيمانه، عرفتوا وسط السيمانه كيكون مشارجي بنادم، يعني كيمشي هكا الوليدات للمدرسه، كتنوضي يلا كتجمعي الدار، يلا كطرفيها، يلا كتقادي هذه، يلا كتصوبي هذه، يعني وكطيبي الغدا ديالك على حسب الوليدات. كاين اللي كيجيو يتغداو، بالنسبه لي انا وليداتي كيجيو يتغداو مع 12 تقريبا وربع، كتلقاهم هنايا في الدار، يعني خاصني 12 نكون طافيه هكا على الغدا. يعني مثلا هكا دوك الشيوات بحال هكا كنخليهم انا حتى لاخر الاسبوع. يعني وسط السيمانه يعني كنطيبوا، يعني كل مره اشنو كنطيبوا، ولكن بحال هكا في الاخر ديال السيمانه هكا الويكاند يعني كنحاول ندير غديوه كتكون مختلفه. هنا خديت الموتزاريلا حكيتها، الا كانت ديروها، ما كايناش ماشي بالضروري. قلت لكم يعني في هكا في الاخر ديال السيمانه كنحاول هكا ندير شي مثلا الغداء يكون مختلف، بالاخص الا كانت هكا شي حاجه كتشد الوقت في وسط السيمانه. ما يمكنش ليا غادي نديرها، خصوصا يعني الوليدات كيجيو مع 12 ربع، مازال مثلا كانوا كيجيو مع ديك 3 ونص ولا 4، يعني عندك النهار طويل. صافي هادشي اللي انا يعني بغيت نقول لكم يعني في الاخر الاسبوع، ودائما ماشي زعما غير دابا، يعني حتى دائما عندنا هكا الويكاند كنحاولوا نديروا فيه شي حاجه كتكون هكا مختلفه. من بعد ما يعني شفتوا الورقه كيفاش هكا هي لويتها، غناخذوا ورقه واحده اخرى وغادي نرميها عليها هكا من الفوق، غادي ندخلها في الجنيبات. ما تخافوش منها، غير حاولوا هكايا وبالمهل. كيف ما قلت لكم انا اليوم يعني كان عندي هكايا المارشي، ما شاركتش معاكم، يعني المارشي ما كنبغيش نشارك معاكم هذاك الشيء. المهم كان عندي هكا المارشي، عرفتي والله القسم لا ايدي هنا وايدي هنا، وكنوجد نصوب هذه حتى العشيه، عاد باش يعني حتى كملت الغداء وتغدينا، عاد باش مشيت للخضره وقديتها واللي غسلته واللي سفته. المهم هذاك الشيء غنحطو لكم في فيديو، يعني واحد يعني شي افكار غادي نشاركهم معكم. هنا كتشوفوا معايا الورقه كيفاش جمعتها، وغادي نديرها هكا فوق منها. هذه كتبقى لكم نتوما كاضافه، بغيتوا تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش تخليوها عاديه خليوها. غادي نحاول نصوبها هكا على شكل هكا في الاولى، يعني على شكل بابيون، وغادي نزيد عليها واحده اخرى وغتجيني هكا على شكل وريضه. ها هي هنايا شفتوها بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. صافي وكنحاول هكا نقادها. راه كندوي معاكم، حتى كنهضر معاكم بالزربه الا رديتوا البال، باش يعني باش ما نكثرش عليكم، والفيديو ما بغيتوش يكون طويل، حاولت نقص منه. وفي نفس الوقت راه انا كنهضر كنقول لكم والله الا وبالزربه. المهم كنتمنى من الله ان الفكره والمقادير تكونوا خديتوهم وشديتوهم. صافي غادي ندهنها حتى هي بهذاك الزيت، وغادي ندخلها هنايا للفران وغادي نخليها طيب. هنا بالنسبه للقشور ديال الكروفيت صافي انا غنديرهم هنا في هذه. كيف ما قلت لكم داك الراس كنرميوه ما كنخليوش، حقاش الا جيتو مثلا تدخلوه الفران غيشد لكم الطياب، ولا الا خليتوها مثلا غير على برا هكا في شي طاوه خليتوها يعني تكرم على خاطرها، كدي واحد اليومين حتى 3 ايام ما كاملاش. داك الراس ما كيخناز، صافي داك كتستغناو عليه كترميوه صافي. وداك سميتهم هما اللي كنطحنوهم ان شاء الله. ملي نجمع واحد الكميه نشاركهم معكم. هنا خديت عاوتاني داك شامبينيون نوار مقطعاه، هنايا الفيرميسير كان جاتني شويه ديما مقطعاش مزيان، قطعتها صافي. وغادي نزيدها على داك هاد لاصوب ديالنا من بعد ما طاب داك الكروفيت والكالامار وخيزو والقرعه كلهم هنا طابوا. زدت عليهم هنا كنطقتها جاتني شويه خاصها شويه ديال الملحه، زدت لها شويه ديال الملحه وزدت لها شويه ديال صوص صوجا. ومن بعد راه نزيد ليها واحد شويه تقريبا غيكون نص كاس ديال العنبه، نص كاس ديال العنبه ديال الكريمه. هنا نتوما بغيتو تخليوها عاديه، راه انا كنخليها هكا وكنحطها هكا كتجي زوينه. غير ملي كاينه عندي عاوتاني الكريمه قلت يعني غادي نبدل، اما هي يعني بالكريمه اولا بلا غير هكا ولا بدون كريمه، راه كتجي بنينه. هنا الفصيله ديالنا من بعد ما خرجت من الفران يعني تحمرات لي من التحت وحمرتها من الفوق، راه شويه كنت غادي نحرقها يديا يعني في شي حاجه اخرى. داكشي اللي انا عندي يعني كيف ما قلت لكم في المارشي كنت يعني كنوجد يعني كنحاول شي حاجه هكا مع كان الحوت وكان شحال من حاجه خاصني هذاكشي ما خاصنيش نخليهم. صافي تلهيت مع هذيك السخره، بديت كان يعني كان اونبالي داكشي اللي خاصو يدخل هكا الكونجيلاتور ونسيتها. عرفتها باش تفكرتها كنلقاها تحمرات شويه، حفظ الله ما حركتهاش، وكون حركتها كنت غنشاركها معكم. صافي هنا مقطع الخص غادي ندورو. هنا كيبقى لكم نتومايا الاختيار والطريقه نتوما ديالكم كيفاش بغيتو تذوقوا. هنا خديت الحامضه
مقطعه هكا، تقطعوها رونديلات، تقطعوها على هذا الشكل هذا. وهاد المره دي دابا نوريكم كيفاش تقطع هكا وريضه سهله. صافي انا خديت واحد الكميه ديال الكروفيت، واقيلا شي 6 واقيلا، درت لهم شويه ديال الزيت وواحد من البوطه حتى هكا يتزهروا شويه. صافي هما اللي دابايا كنديكوري بهم هاد البسطيله هادي. وصدقوني راه جات فيها واحد المذاق وواحد البنه ما شهيتكم فنه. كنتمناكم تجربوها بهاد الطريقه هذه بهاد المقادير. والله الا كتجي زوينه، بالاخص الا ضفتوا عليها لا موطارد راها كتجي خطيره وزوينه بزاف. من بعد ضفت عليها دوك المهم دوك لي طوماط سوريز فروماج اللي متوفر عندكم. بغيتو تخليوها خاويه هكايا من الفوق، زعما لكم الاختيار. هنا لا سوب ديالنا ها هي كيف ما قلت لكم، ضفت عليها واحد 4 كاس ديال الكريمه. الا كانت ديروها ما كانتش يعني تقدروا تستغناو عليها، يعني حتى انا كنقدر نديرها يعني بلا كريمه. وغدايا معاكم هو هذا اليوم، يعني درت لهم مسطيله ديال الحوت ودرت لهم هاد لاصوب اللي كيجيو رائعين وزوينين بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوهم وتخليو ليا من بعد التعليقات ديالكم. ما تنساوش خاصكم تكثروا من التعليقات واللايكات والبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. ونبغي نشكركم كاملين بدون استثناء ونقول لكم اجمل التحيات ليكم داخل وخارج المغرب. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. ولا لا يخطيكم، كنتمنى المشاركه ديالتي معكم اليوم تعجبكم كاقتراحات. مثلا هكا في نهايه الاسبوع دائما حاولوا ديروا مثلا غديوه تكون مختلفه، بالسبت ولا بالحد ماشي مشكل، المهم كتكون غديوه مختلفه. فيديويا معاكم وهذا ما كنسخاش بكم كيف ما ديما. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله في قناتي وقناتكم يوميات ام الياس وغيتا.